فإذا دخلت المسجد فبرجلك اليمين، واستعذ بالله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يا الله من فضلك انفتح الله لك باب الرحمة. واعلم إذا أتيت المسجد، إذا الصلاة، حاول أن تصلي في الصف الأول على يمين الصف، فيمين الصف الأول أفضل من يساره، ويسار الصف الأول أفضل من يمين الصف الثاني. حاول أن تبكر وأن تصلي على اليمين، لأنه ورد حديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، يمين الصف يصلى عليه. ثم بعد ذلك إذا وقفت ورفعت يديك، اعلم أنك تقف هكذا، بتصلي السنة، ترفع يديك وأنت تستشعر ما معنى رفع اليدين هكذا. من السنة أن تبسط اليدين الكفين، وأن تستقبل بهما القبلة، وأن ترفعهما إلى فروع الأذنين أو إلى حذو المنكبين هكذا. ما هي هذه الصفة؟ ما هي هذه؟ هي صفة الاستسلام. أنت لو جاء واحد بحربة في ظهرك يريد أن يطعنك وقال استسلم، ترفع يديك ولا ما ترفعها؟ هذا رفع اليدين للاستسلام، هذا فعلنا أمام الرحمن. نحن نستسلم بين يديه ونعلن ضعفنا، ونعلن أننا ضعفاء بسطاء عبيد أذلاء بين يدي الملك جل وعلا. ثم تقول موافقا، ما تقول كذا ثم تقول الله أكبر، يتوافق لفظك مع فعلك الله أكبر، وتضع يدك على صدرك اليمنى قد قبضت بها اليسرى، أو بسطتها أو وضعتها على الكف. كل الصور هذه جائزة. وترخي عينك في مكان السجود. لماذا؟ لأن قولك الله أكبر وتحريك يديك هكذا يكشف الحجاب بينك وبين الله. الله جل وعلا تلقاء وجهك، الله تلقاء وجهك. أين الحياء من الله؟ اللي ينظر في الجوال، واللي يعدل الساعة، واللي ينزل أكمامه، واللي ينظف أنفه، واللي يصلح شماغه، واللي يخرج من صوته الجشاء، واللي يتثاءب، واللي يحك راسه. وين أنت أمام الله؟ إذا قال العبد الله أكبر انكشف الحجاب بينه وبين الله. فإذا كان يستشعر ذلك خاطبه الله. كيف يخاطب الله عبده؟ قبل أن تخاطبه تطرق الباب عليه. كيف يطرق العبد على ربه الباب؟ دعاء الاستطراق: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وأدعوك أن تغير المفتاح. هذا مفتاح دعاء الاستفتاح، غيره مرة سبحانك اللهم وبحمدك، ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وللمعلوم يا أحبابي، اللهم باعد بيني وبين خطاياي حديثه أقوى من حديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. والأولى أن نقول هذا الدعاء اللهم باعد بيني أكثر من دعائنا سبحانك اللهم وبحمدك. فإذا فتحت طرقت الباب انفتح، كأنك تقول يا رب افتح لي، هو تلقاء وجهك. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى تطرد خنزب شغال ومعك ويصرفك ويذكرك بكل ما تنسى. فإذا استعذت ثم سميت ثم قلت الحمد لله رب العالمين، إذا قلت الحمد لله رب العالمين، تدري من اللي يرد عليك؟ رب العالمين، فيقول حمدني عبدي. الله أكبر، سبحان العظيم. يرد عليك ربي، نعم. الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، مجدني عبدي. حتى يقول هذا عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخرها، يقول الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الوقت انتهى وأسباب الخشوع ما انتهت، لكن معاشر الأحباب أهتف في آذانكم هتاف أسألكم: لو أن ملك الموت دخل مع الباب هذا ثم قال لنا صلاة العصر هذه في يوم الأحد هذا آخر صلاة لكم في الحياة، كيف ستكون صلاتكم بعد قليل؟ ورب العالمين أمر ألا نصلي المغرب لأنه سيختم آجالنا. ألا تكون خاشعة؟ ألا يكون العبد فيها باكيا؟ أسألكم بالله جميع
من اللي قال لك إنك بتصلي بعد العصر هذه صلاة أخرى؟ العلاج صلي صلاة المودعين دائما، وكن على استعداد للقاء الله.